السلام عليكم. سمعتوا صوت القرمشة دي؟ هو ده اللي هنعمله مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض الترند اللي مكسر الدنيا، مفيش حد مجربهوش. هنعمل مع بعض المكشكشة، وهقولك على كل الأسرار اللي تخليها تطلع معاكي أحلى من الجاهزة. أول حاجة السر كله في القشطة اللي هنحضرها مع بعض. معايا 1.5 كوب من الحليب كامل الدسم، هضيف له 1.5 معلقة من النشا ومعلقتين كبار من الباستري كريم. الباستري كريم بيتباع عند اي حد بيبيع مستلزمات حلويات، وده مهم جدا انك تضيفيه. ورشة من الفانيليا. ممكن تضيفي ايه كمان؟ 1 معلقة كبيرة من اللبن البودرة، 1 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه. كل ده بيدي دسامة للكريمة. بعد كده اول ما بدأت في الغليان ضفت لها 1 معلقة كبيرة من الزبدة. لازم الزبدة بتاعتك يكون طعمها كويس. وضفت لها كمان 50 جرام من الشوكولاتة البيضة المبشورة. الفيديو ده اتقطع منه الحتة بتاعت الشوكولاتة البيضة، بس مهم جدا ان انت تضيفيها للقشطة بتاعتك. وهنغطي القشطة كده زي ما شفتي عشان ما تنشفش معانا. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا ونجيب الجلاش ونبدأ نقطع كده الجلاش على قد حجم الصينية، اي صينية متوفرة عندك او قالب بايركس. هنغطي الجلاش عشان ما ينشفش معانا. بعد كده هجيب نص كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت، هدوبهم على النار وهنبدأ ندهن الصينية كده. بعد كده هنبدأ نرص الجلاش. انا هدهن المادة الدهنية ما بين كل طبقتين من الجلاش. هندهن نص لفة الجلاش كده، هنرصها نص اللفة، هنرصها تحت. زي ما قلتلك بقى السر كله في القشطة اللي حضرناها مع بعض. القشطة كل ما ضفت لها مكون زيادة، لبن بودرة، كريم شانتيه، القشطة اللي بتتباع في السوبر ماركت المعلبة، كل ما عطيتي دسامة اكتر للقشطة اللي حضرناها مع بعض. بس مهم جدا تضيفي لها الباستري كريم والزبدة والشوكولاتة البيضة. هنا هنرص نص الكمية، واخر ورقة جلاش انا مش هدهنها، هبدأ انزل بالقشطة كده اللي جهزناها. مش قادرة اقولك طعم القشطة حلو قد ايه، وكل ما الزبدة كانت نوعها كويس كل ما عطتنا طعم حلو جدا للقشطة. بعد كده هنبدأ نجيب النص التاني بقى وهنبدأ نكشكشه كده زي ما انتوا هتشوفوا، زي ما كنا بنعمل المروحة اللي كنا بنلعب بيها في المدارس واحنا صغيرين. طبعا الكشكشة ممكن تعمليها عريضة وممكن تعمليها ضيقة، سهل جدا وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، وطعمها حلو جدا. والسر كله زي ما قلتلك في القشطة اللي حضرناها. هنبدأ كده نكشكش كل الكمية بتاعتنا كده زي ما انت شايفة. هي عايزة اقولك مسلية جدا الخطوة دي، ممكن تخلي الاولاد كمان يقعدوا يعملوها معاكي، هيتبسطوا جدا. بعد ما هنخلص كل الكمية كده، اهم حاجة بقى على الوش نحط كمية كويسة جدا من السمنة والزيت اللي مسيحينهم مع بعض، عشان تورق معانا كده وتديها لون ذهبي حلو لما نسويها في الفرن. هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي من نص ساعة ل35 دقيقة في الفرن حسب الفرن بتاعك. هبدأ ادهنها كده بالسمنة والزيت. بعد ما هتطلعيها من الفرن هتجيبي نص كوباية من الشربات المتوسط، ما يكونش تقيل ولا خفيف. وهنبدأ نحط كده الشربات بتاعنا. في ناس بتسقيها بحليب مكثف، وفي سقوها بحليب باللبن يعني او الحليب وسكر. انا سقيتها نصها بالشربات والنص التاني هحط في الصينية كده لبن مكثف، انا كنت عاملاه معاكم في القناة وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هحط كده لبن مكثف نص كوباية بالظبط، وهبدأ أنزل بالمكشكشة بعد ما سقيناها بالشربات وهي سخنة عشان تشرب جزء من الحليب المكثف. وهي دي الوصفة الأصلية، عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم ايه وتبعتولي في التعليقات. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وياريت ما ننساش اللايك والشير، واللي أول مرة يشوف القناة أتمنى